النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الفطير المشلتت. هنعمله بطريقه فرد سهله وبسيطه. بطريقه الفرد بتاعته مش هتاخد معاكي وقت خالص. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف الطريقه والمقادير. معايا كيلو من الدقيق هننخله. طبعا الدقيق احنا متفقين ان اي دقيق بننخله قبل الاستخدام. هناخد عليه رشة كده بسيطة من الملح. المقادير بتاعته سهلة جدا وبسيطة. يبقى كيلو دقيق، رشة من الملح، معلقتين من السكر. هنقلب كده المقادير الجافة. وهنحط كده حوالي كوبايتين من المية، وزي ما احنا قلنا المية تبع الدقيق بتاعك ما يتقبل السوائل. شغلنا كده عليه العجان، هنعجنه كويس. شايفين العجينة بقت عاملة ازاي؟ فيها تلزيقة كده بسيطة خالص. وزي ما قلت لكم المية تبع ما الدقيق بتاعك يتقبل السوائل حطي له مية. معايا كده صينيه حطيت عليها نقطه من الزيت ودهنتها بالفرشه. هقطع عليها الفطير. الكيلو هيعمل معانا 3 فطاير. 3 فطاير وسط، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. خلاص كده تمام. هندهن وشهم كده بفرشه من الزيت، وهنغطي عليهم بكيس من اكياس التلاجة. وهنسيبها ترتاح لمده نص ساعه. ولو عندك وقت اكتر من كده سيبيها. كل ما بتسيبها بترتاح بتفرد معاكي بسرعه. معايا زبدة بقى. طبعا ممكن تستخدمي زبدة بس، وممكن تستخدمي زبدة وزيت. خدت كده زبدة وهاخد عليها كوباية من الزيت. سيحتها كده مع بعض، وبعد كده ما سيحتهاش، او يعني دوب سخنت بس كده على البوتاجاز عشان الزبدة تفك. وبعد كده هرستها بالشوكة. مش عايزاها تكون الزبدة تسيح معانا قوي. وهنبدأ بقى نفرد الفطير. هنحط تحته دقيق عادي، مفيش اي مشكلة، الدقيق مش هيبان فيه. وهنحط دقيق كمان على الوش، وهنبدأ نفرده بقى كويس. شايفين الطريقة دي بسيطة وسهلة. مش بتاخد معاكي وقت، يعني اسهل من تقعدي تعملي كده قطع صغيرة. الفطيرة حوالي 20 او 25 قطعة. وبعد كده تفردي كل قطعة لوحدها. لا، كده طريقة سهلة. وهنفردها كلها مع مرة واحدة كده بالشكل ده. شايفين؟ خلاص جبنا الفردة كده وفردناها بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب بالفرشة بقى وندهنها كويس. الطريقة دي هتطلع الفطير معاكي مورق، وهتطلع الطبقات كمان رقيقة. خلاص كده تمام. شايفين بعد ما دهناه هنلف الفطيرة كده زي رول. شايفين؟ زي ما قلت لكم مش هتاخد معاكم وقت في الفرد. وهتديكي نتيجة جميلة جدا. خلاص كده لفيناها زي رول وقفلناها من تحت كده كويس. وهنقفل الحروف بتاعتها كمان. هنقفل الطرف من هنا ومن هنا. وهنسيبها بقى ترتاح وهنفرد غيرها. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص كده فردناها وهندهنها بالزبدة والزيت زي ما عملنا اول واحدة هنعمل التانية. خلاص كده تمام. هنلفها رول. وهنفرد الفطيرة التالتة بنفس الطريقة. بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنفرد الفطيرة التالتة كمان بنفس الطريقة. خلاص قفلناها كده كويس. شايفين بقى؟ دي اول واحدة فردناها. بعد ما فردت التلاتة سبتهم يرتاحوا كده حوالي 10 دقايق. وبعد كده هفردها بالشكل ده كده بشكل طولي كده. وبعد كده هجيب الفرادة وهفردها برضو بالفرادة. ما تخافيش من الفردة دي. الفردة دي هتورق معاك الفطير وهتدي معاك طبقات كتيرة. خلاص كده تمام.
هنفردها بقى بالسمنة بالزبدة والزيت، هنغطيها بيهم كده. وهنبدأ بقى نقفلها بالشكل ده كده، كل طبقة هتقفليها تروحي دهنها برضو بالمادة الدهنية. خلاص كده تمام، هنقفلها بقى من الطروف بتاعتها وهنلمها كده زي كورة. وخلاص كده الفطيرة جاهزة معانا. هنفرد التانية بنفس الطريقة. شايفين برضو العجينة طرية معايا، علشان كنت وانا بعجنها قلت لكم ان انا سبتها بتلزق فيها تلزيقة كده خفيفة عشان تفرد معايا بسرعة. لما بتكون طرية معاكي كده بتفرد معاكي بسرعة. وزي ما قلت لكم شايفين طريقة الفرد سهلة ازاي، مش بتاخد معاكي وقت بقى. في طرق فرد كتير بس ده انا جربت طرق كتيرة، بس الطريقة دي حاسة ان هي سهلة معايا ومريحة، ما بتاخدش معايا وقت كتير، وفي نفس الوقت ما بتتعبنيش كتير بدل ما اقعد افرد الفطيرة كده كل قطعة لوحدها. خلاص كده تمام، بنلمها زي ما قلنا وبندهن كده المادة الدهنية وبعد كده بنلمها تاني. خلاص، وهنلم الأطراف بتاعتها كده ونلمها كده كويس ونقفلها ونعملها زي كورة كده. خلاص انا كده فردت التلاتة، هغطي وشها كده بالزبدة وهسيبها ترتاح بقى لمدة نص ساعة ساعة، تبع الوقت اللي عندك متاح. سيبها ترتاح كده الوقت ده. خلاص شايفين انا سبتها كده ساعة وبعد كده هفردها في الصينية. شايفين بتفرد معايا بسرعة ازاي، الفطيرة طرية وما خدتش وقت معايا خالص. شايفين ما شاء الله. كده بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية، هنولع الفرن من تحت. ممكن تولعي كمان الشواية في نفس الوقت، مجرد ما بتاخد لون من تحت ومن فوق هتخرجها من الفرن. خلاص هفرد معاكم التانية. بعد كده بقى احط على الوش بتاعها قشطة. القشطة دي قشطة من وش اللبن، او ممكن تجيبي علبة قشطة من السوبر ماركت تحطها على الوش بتاع الفطيرة كده. بس لو عندك قشطة من وش اللبن عادي متاح، مفيش اي مشكلة خالص. اللي انا بحطها دي قشطة من وش اللبن. خلاص كده تمام، زي ما قلت لكم هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية. ما تحطيش الفطيرة على درجة حرارة تكون الحرارة بتاعة الفرن واطية هينشف معاكي. دخلها كده على درجة حرارة عالية، مجرد ما بتاخد لون هنخرجها من الفرن. ولو بتعملي كمية من الفطير ما تدهنيش وش الفطير غير وانت بتدخليه الفرن، علشان الوش بتاع الفطير ما يتشربش القشطة، والوش بتاعه كده يكون معجن وانت بتدخلي الفرن. ادهني الفطيرة. شايفين بعد ما خرج من الفرن شايفين مورق ازاي، ما شاء الله كان خفيف جدا وجميل. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب أكون أفدتكم ولو بمعلومة. إن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة على خير، ومع السلامة.